السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات أي حاجة جديدة. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن كل اللي حصل في الكورة، مش عن حاجة معينة. زي ما أنت شايف، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، السيتي، دوري إنجليزي، الأهلي ورايا. هنتكلم عن كل حاجة حصلت في الأسبوع ده، عشان الأسبوع ده كان زحمة جدا سواء في الكورة أو بره الكورة. فنعمل حلقة مجمعة نعرف فيها كل اللي حصل الأسبوع دوت في الكورة العالمية والمحلية. يلا بينا. طبعا لازم نبدا الفيديو بتاعنا باقوى ماتش كان موجود الاسبوع ده، وهو ماتش السيتي وليفربول. خلينا نتكلم الاول عن الدوري الانجليزي. هنبدا بالسيتي وليفربول، وقبل ما ابدا بالسيتي وليفربول هتكلم عن محمد صلاح، عن جمال محمد صلاح، عن الجون والاسيست اللي محمد صلاح عملهم. محمد صلاح السيزون ده في الدوري يا جماعه 11 ماتش بيجيب جون وبيعمل اسيست مع بعض، والرقم ده ما حدش عمله في تاريخ الكوره غير ليونيل ميسي موسم 2014 2015. محمد صلاح 25 جون 16 اسيست، بيقرب جدا من رقم هنري ال 20 اسيست وبلس 20 جون. وبالمناسبه محمد صلاح لسه قدامه 12 ماتش، يعني 16 دول ممكن يبقوا 22 23 24، وال 25 جون اتوقع ان هو يكسر بيهم رقمه اللي عمله اول موسم ورقم ايرلينج هالاند اللي اتعمل الموسم اللي فات، علشان يبقى الهداف التاريخي للدوري الانجليزي مرة تانية. محمد صلاح عمال يحطم في أرقام قياسية تاريخية. محمد صلاح 40 مساهمة تهديفية سواء الأسيستات سواء الإجوال، 41 مساهمة 16 أسيست 25 جون. محمد صلاح بيعمل كل حاجة في الكورة. محمد صلاح عينه على الكرة الذهبية، مش هيفرط فيها. محمد صلاح الماتش ده طريقة اللعب كانت مختلفة. ارني سلوت بقى بيعتمد على محمد صلاح كمحطه، رغم ان هو وين كلنا عارفين ان دايما المحطه دي بيبقى مهاجم هجمه طويل ضخم بيقف يستلم يخبط يسند لعيبته، بيبقى دايما في النص. محمد صلاح كان محطه ليفربول، اللعيبه كلها كانت بتروح تسند عليه وتلاقي طيارات طالعه من وراه، وكان بيوزع هدايا سواء بقى لدياز لسوبوزلاي لجونز. محمد صلاح كان يعني مش هقول هو مش في نص الملعب، اصلا نص الملعب دي بتقال على نص ملعب، ولكن محمد صلاح فعلا كان الاسطى بتاع الفرقه، كان بيحرك الفرقه كلها بصباع رجله الصغير. محمد صلاح ماشيه معاه، محمد صلاح ماشيه معاه، بس لو مش هو اللي هتمشي معاه يا ابني مين اللي هتمشي معاه؟ ما هو لازم تمشي معاه، ما هو لكل مجتهد نصيب. محمد صلاح بيعمل كل حاجه في الكوره، يشوط الكوره تقوم خابطه في الواد وتخش جون، حقه. يحط اسيست للسوبوزلاي يعمل كده ويلم ادرسون يتثبت ويتحسب له الاسيست، حقه. لو مش هتمشي معاه هتمشي مع مين؟ لو مش هتمشي مع ليفربول هتمشي مع مين؟ ما خد بالك انت ما بتقفش على ليفربول الموسم ده وتقول ماشيه معاهم. هو ليفربول ده يا جماعه اللي خسر الدوري من سنتين بفرق نقطه عن مانشستر سيتي، ومن 4 سنين بفرق نقطتين عن مانشستر سيتي. ليفربول دوت اللي خسر فاينل تشامبيونز ليج مرتين من ريال مدريد يعني. فلا هو اوقات كتيره قوي الحظ ما كانش ماشي معاه، وهي كانت فرقه كويسه جدا. فلما الحظ يمشي معاه دلوقتي ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حقهم هم الناس مجتهده بتعمل كل حاجه في الكوره. لعبوا ماتش قدام مانشستر سيتي ماتش قوي جدا جدا جدا، رغم ان جوارديولا بجد بقى فقير فنيا. جوارديولا ما بقاش عنده اي حاجه يقدمها. جوارديولا انت نازل في الملعب عشوائيه لا متناهيه. سافيو، دوكو، عمر مرموش، الثلاثه تحس ان هم ما عندهمش تعليمات. والله عمر مرموش صعبان عليا، دايما كنت تشوف دوكو ناحيه الشمال وعمر مرموش يروح متطرف عليه، يروح عشان يعمل اوفرلاب من وراه يسند عليه، مع ان المفروض نظريا على التشكيله دي عمر مرموش مهاجم. عمر مرموش دايما كان متطرف ناحيه الشمال. دوكو كان بياخد الكره ويقعد يحنكش بيها ما بيعملش بيها اي حاجه. كيفن دي بروين بقى بيفكرني بالسيد حمدي، الراجل تخن، الراجل تقل، الراجل مش قادر يتحرك، الراجل مش قادر يباصي كره عدله. مانشستر سيتي من سيء لاسوء من سيء لاسوء. ولكن في نقطه ايجابيه واحده، ان هم ال 12 ماتش اللي جايين ليهم هيبقوا 12 ماتش سهلين بعد الخروج من الشامبيونز ليج من ريال مدريد. فما قدامهمش خلاص غير ان هم يركزوا في الدوري علشان يقدروا يحافظوا على مركز من الاربعه اللي هيصعدوهم الشامبيونز ليج الموسم الجاي. فيعني يركزوا اتمنى ان هم يركزوا عشان ابننا عمر مرموش نشوفه السنه الجايه في الشامبيونز ليج مش في اليوروبا ليج. ف 12 ماتش تقدروا تاخدوا منهم نقط كتير، تقدروا تثبتوا اقدامكم علشان خاطر تفضلوا في التوب فور. في ظل فوز ليفربول اللي ابتعد بالصداره 11 نقطة، أرسنال بتخسر من ويست هام 1-0 في ماتش من أسوأ ماتشات أرسنال السيزون دوت. أرسنال الماتش اللي فات كسبت ليستر 2-0، ولكن رغم كده قلنا إن هو كان ماتش سيء وأداء أرسنال سيء، بس قدروا إن هم يكسبوا. لكن إن أنت تخسر من ويست هام في أرضك 1-0 فده حاجة سيئة جدا. ومش الإصابات السبب، أنا عارف إن هو ساكا، مارتينيلي، خيسوس، هافرتز، خط الهجوم كله مصاب، ولكن ده مش مبرر ان انت تخسر من وست هام، فرقه من اسوأ فرق الدوري الانجليزي الموسم ده.
على ارضك. يعني ارسنال خسرت خساره مذله، اداء سيء في الملعب. ميكيل ميرينو مش هو ده اللي هتعتمد عليه كمهاجم. رحيم ستيرلينج اللي انت جايبه، انت حتى في ظل الاصابات دي كلها مش قادر تلعبه ومش قادر تثق فيه. اعتمادك كله 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 على نوانييري، الواد اللي عنده 17 سنه. ما هو ده مش منطقي يا عم ارتيتا. ورغم كده ارتيتا طلع في التصريحات وكان واقعي جدا وخد اللوم كله على نفسه، لا لام اللعيبه لا لام الاصابات، ما لامش اي حد. ولكن وبعدين انت خلاص ليفربول فرقت عنك 11 نقطه، خلاص حلم الدوري راح. واظن بالاداء دوت الشامبيونز ليج انت هتخرج وانس انك تقابل ريال مدريد. انت خلاص يعني يا عم بلاش، لو قابلت اتلتيكو مدريد، يعني لو اتلتيكو قدرت تطلع ريال مدريد من البطوله وقابلت اتلتيكو هتخرجك برضه. فالشامبيونز ليج هتروح منك، الدوري هيروح منك. ارسنال هتفضل كده لحد امتى؟ ارسنال عمال تضيع في بطولات. الموسم الثالث قلنا ده موسم الحصاد لارسنال والارتيتا، مفيش الكلام ده خلاص. طب الموسم الجاي هيبقى موسم الحصاد ولا هيبقى ايه؟ محدش عارف. ارتيتا طول قوي في المشروع اللي بيعمله، جمهور ارسنال بدا يتخنق، الموضوع زاد عن حده الصراحه وانا عاذرهم. فمحتاج بجد تدعيمات، محتاج مهاجم سوبر، محتاج يغير رتم الفرقه، يغير اداء الفرقه، عشان خلاص الفرقه اتحفظت. مش كل جوانك هتجيبها من كورنرات يا معلم، يعني خلاص ما فيش كده. هو الموسم الجاي محتاجين نشوف ارسنال جديده، تجديد دم، تجديد تكتيك، تجديد فكر، علشان يقدروا فعلا ينافسوا على البطولات. ده لو هم عايزين ينافسوا. اليونايتد راحت اترزعت 2 من ايفرتون على طول. هم لحقوا نفسهم وقدروا يتعادلوا في اخر ربع ساعه في الماتش، ولكن ماتش عشوائي. انا مش هتكلم فيه عن اي حاجه، ولكن اجوان كلها عشوائيه. يعني جون اولاني الكره عماله تتنطط والعيال كلها عماله تنط، وده يقع وده يعمل عشان بيتو يخش يحطها. عشوائيه ما حصلتش، ما شفتهاش من عيال بتلعب في دوره رمضانيه. الجون الثاني نفس الكلام، ونانا بيصد الكوره وبيقع على ظهره، وبعدين واقف عم ماجواير الواد دكروري بيطلع بدماغه بياخد الكوره من وسط الاثنين، ما حدش عارف ياخدها منه رغم ان هم اللي كانوا اقرب للكوره. حاجه في منتهى العشوائيه. اليونايتد برضو الجون الثاني بتاعها كان عشوائي، يمكن الجون الاولاني هو اللي كان حلو، ولكن الماتش كان في منتهى العشوائيه. ماتش خلص 2-2. يعني خلينا نقول ان هي دي النتيجه العادله عشان الفرقتين كانوا اوحش من بعض، ولكن اموريم هيفضل في نتائج من سيء لاسوء. الراجل مركز 15 حافظ على مركزه ما نزلش 16، بس مش ده اللي جمهور اليونايتد مستنيه. يعني اليونايتد دي فرقه كبيره، ليفربول هتاخد الدوري السنه دي تبقى وصلت ل 20 دوري زيها زي اليونايتد. طب وبعدين بقى؟ وبعدين السنه الجايه ليفربول تعدي ويبقى خلاص بقى حجه جمهور اليونايتد ان هم الفرقه الاقوى والاعرق تاريخيا في انجلترا خلاص بتروح. تشيلسي راحت اتغلبت من استون فيلا 2-1، وماريسكا فعلا واخد جوارديولا قدوه في المصايب اللي جوارديولا بيعملها. يا جماعه تشيلسي اخر 12 ماتش، يعني هقول لك ايه، ما كسبتش غير 3 ماتشات، والثمانيه التانيين او سوري التسعه التانيين خساره، منهم ماتش في الكاس من فرقه درجه رابعه. انت متخيل؟ انت متخيل؟ استون فيلا ما كانتش احسن حاجه على فكره، بس تشيلسي اللي كانت سيئه. وبعدين قصه بقى سانشيز يلعب شويه، يورجنسون يلعب شويه، ماريسكا يطلع يقول لك لا سانشيز هو الاساسي، وبعدين تلاقي يورجنسون هو اللي بيلعب. يعني انا شايف عك بالمر لما بيبقى بره حالته تشيلسي كلها بتبقى اوت اوف جيم. يعني تشيلسي قدرت تتقدم ومسكوا كوره اول نص ساعه عن طريق انزو فرنانديز، ولكن وبعدين مفيش اي حاجه. فرقه فاضيه، الفرقه بجد ما بتعملش اي حاجه في الملعب، الفرقه بجد سيئه، مفيش اي فكر. مع ان تشيلسي لو رجعنا ل3 شهور ورا كانت فرقه بتاكل الاخضر واليابس، وكانت فرقه قويه جدا. هل دي كانت طفره؟ اللعيبه كانت فايقه، ماريسكا ما تعرفش ايه اللي حصل له زيه زي جوارديولا. ولكن بجد انا بقيت بشوف بالمر واقع في الملعب، خلاص مفيش تشيلسي. وده اللي ماريسكا كان دايما بيطلع يقوله في المؤتمرات الصحفيه وبيطمن جمهوره بيه، ان انا يا جماعه مش فرقه الوان مان شو، وان انا بعتمد على اللعب الجماعي، وان اللعيبه عندي كلها سواسيه وي 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 وي. لكن مش ده الواضح في الملعب. الواضح في الملعب ان يوم ما بالمر بيبقى فايق بتشوف تشيلسي في حته ثانيه، بالمر مش فايق بتشوف تشيلسي واقعه. مفيش حد في تشيلسي، مش هقول لعيب 2 3، مفيش ولا واحد باستثناء بالمر يقدر يشيل الفرقه دي ويروح بيها لبر الامان في اي ماتش. ودي مشكله كبيره قوي عند ماريسكا، لازم يحلها. لازم يغير برضه هو كمان زيه زي ارتيتا، مع فرق طبعا المستويات الكبير قوي ان ارتيتا لازم يغير عشان ياخد بطوله. بس انا بقول لتشيلسي لازم تغير علشان ترجع تشيلسي اللي احنا عارفينها على الاقل توصل للتوب 4. لان اللي ماريسكا بيعمله دوت، انا توقعي الشخصي ان هو هيقال قبل ما السيزون ما يخلص يعني. وده كان ملخص الدوري الانجليزي سريعا كده والماتشات المهمه اللي اتلعبت فيه. نروح بسرعه على الدوري الاسباني وماتش ريال مدريد وجيرونا اللي ريال مدريد اكتسحته من اول دقيقه لاخر دقيقه، خلصت الماتش 2-0. مودريتش بيحط كوره صاروخيه، مودريتش بينضم لمدفعيه ريال مدريد علشان يتقدم لريال مدريد 1-0، بيجيب جون عالمي من جون فالفيردي. وفعلا فالفيردي تحسه مستغرب، اللي هو يا معلم الحاجات دي بتاعتي انت، ادهني في العتايه بس مش كده يعني، سيب لي اللقطه، يعني سيب لي اللقطه مش كده بس. مودريتش بيحط جون حلو قوي 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 قوي، بيتقدم بيه ريال مدريد 1-0.
وحتى بعد الجون وقبل الجون ريال مدريد مسيطره سيطره تامه. بس اللي انا حابب اتكلم عنه واشيد بيه هو راؤول اسينسيو، اللي فعلا الواحد بقى بيشوفه في الملعب بقى بيطمن لماتش ريال مدريد وبيطمن لدفاع ريال مدريد. وما افتكرش ان انا شفت الراجل ده بيلعب في ماتش في ال 15 20 ماتش اللي لعبهم ده، لو كانوا 15 20 ماتش، ان في مهاجم مثلا دخل معاه سباق سرعه وكسبه، ان في مهاجم دخل معاه التحام وكسبه، ان الراجل ده مثلا طلع باص غلط. انا ما افتكرش ان انا شفت له حاجه زي كده. راجل عاقل، راجل هادي، راجل راسي، سريع، قوي، هيدر. راجل كفايه الاسيست اللي عمله لمبابي في ماتش مان سيتي، الراجل باسير حلو قوي. فانا شخصيا ببقى مطمن وانا شايفه، وشايف ان ثنائيته مع روديجير احسن بكتير قوي من الابا وميليتاو. يا عم انا مش عايزهم. فيرلان مندي وفران جارسيا دولت اللي لازم نلاقي لهم بديل، ولوكاس فاسكيز ناحيه اليمين مش احسن حاجه، بس يعني فالفيردي لما كان بيلعب كان بيبقى احسن. بس لما الكلام رايح ناحيه ارنولد فاعتقد ان الحته دي ممكن تتحل شويه. نص الملعب ما زال عندي مشكله كبيره قوي مع تشاوميني، اللي دايما بحسه تايه في الملعب، مش عارف هو بيعمل ايه اصلا في اي ماتش في الدنيا. خط الهجوم الماتش دوت التبديل الوحيد فيه كان بلينغهام مش موجود بسبب الايقاف، نزل مكانه ابراهيم دياز اللي يعني حظه وحش زي ما بقول لك. تشاوميني تايه، ما كانش لاقي حد يلعبه، ولكن رغم كده كان ادى اداء كويس جدا. رودريجو وفينيسيوس امبابي بجد يا جماعه حريه مطلقه في اللعب، فجاه تلاقي ده يمين، فجاه تلاقي ده شمال، فجاه تلاقي ده في النص، ده نزل، ده راح، ده جه. الثلاثه بيبدلوا مع بعض بعرض الملعب كله. التبديل ده ممكن يبقى نقطة قوة، ممكن يبقى نقطة ضعف. نقطة ضعف لو انت عندك لعيبة غبية مش عارفة تنفذه، وده اللي كان بيحصل مع ريال مدريد في اول السيزون، ان هم كانوا دايما بيلطشوا في بعض، تلاقي الملعب كله مايل ناحية الشمال عشان كلهم عايزين يلعبوا ناحية الشمال. ولكن مؤخرا تحس ان انشيلوتي بدأ يظبط الحتة دي عندهم، تحس ان اللعيبة بقى عندها وعي، عارفين يبدلوا مع بعض امتى، وده بيعمل ازعاج كبير قوي لخط الدفاع. لان انت دلوقتي عندك الباك الشمال والسيرد باك الشمال حافظين ان هم هيبقوا ماسكين رودريجو، مذاكرين رودريجو، عارفين هيعملوا ايه مع رودريجو. الناحيه الثانيه مع فينيسيوس قلبين الدفاع مع مبابي، فلما فجاه تربينهم كده تلاقي السيرد باك مع مبابي، فجاه جاله رودريجو، والهجمه اللي بعدها جاله فيني وبتاع، ده بيعمل ازعاج كبير قوي للسنتر باك او للباكات اللي على طرف الملعب، لان هم ما بيقدروش يجاروا اللعيبه دي كلها. ما بيقدرش خلاص انا حفظت اللعيب ده عارف هعمل معاه ايه، لا انت كل كوره عايز دماغك تبقى حاضره وذهنك يبقى حاضر، علشان اللعيب ده غير ده، وده هيعدي بسكيل غير ده هيعدي بيها، ده ممكن يعدي، ده ممكن يشوط، ده ممكن يخبط، ده ممكن يجري. فانت لازم يبقى ذهنك حاضر قوي وتركز مع كل واحد فيهم، ودي حاجه صعبه جدا قوي على اي سنتر باك بيلعب في الملعب. ودي حاجه عجبتني قوي الماتش اللي فات من كارلو انشيلوتي في الماتش. فيني اخيرا بيجيب جون بعد الهاتريك بتاع اوساسونا اللي كان في شهر 11 او 12 مش فاكر، ده اول جون فيني يجيبه تقريبا. اخيرا بيرجع للتهديف، بيجيب الجون الثاني لريال مدريد والماتش يخلص 2-0 بهدوء، عشان ريال مدريد ترجع للصداره بالتشارك مع برشلونه اللي متصدره بفرق الاهداف لغايه دلوقتي. ونروح لماتش برشلونه ولاس بالماس اللي كان عندهم طار كبير قوي معاهم من الدور الاول لما غلبوهم 2-1، ولكن هانز فليك المره دي ما بيرحمش وبيكسبهم 2-0 في ملعبهم. رغم ان الشوط الاول ما كانش احسن حاجه وكان فيه اخطاء كبيره قوي من فيرمين لوبيز اللي بجد كانت كل قراراته غلط في الماتش، ولكن خليني احيي شابوه لهانز فليك ان هو خرجه ما بين الشوطين على طول. ونزل داني اولمو اللي نزل قلب الماتش، حرفيا قلب الماتش ونزل جاب جون. صحيح اولمو لعيب اصاباته كتير وبيريح كتير ودايما بيعمل عجز في التشكيله، ولكن وجوده بجد حاجه تانية. الراجل ده قصه تانية بجد وحاجه تانية. الراجل ده من احسن اللعيبه اللي عينك ممكن تشوفها وتمتعك في الجيل الحالي. بينزل بيجيب جول حلو قوي علشان يتقدم لبرشلونه 1-0 ورغم المحاولات والنتع والرايحه والجايه من لاس بالماس، ولكن في الاخر برشلونه بتقتل في الدقيقه 94 بالجون الثاني، رصاصه الرحمه زي ما بيقولوا، علشان ينهوا الماتش 2-0 ويستعيدوا التشارك بالصداره مع ريال مدريد. خليني اقول لك بقى ان الدوري الاسباني السنه دي ممتع جدا اكتر من الدوري الانجليزي. حتى انت متخيل ان برشلونه ومدريد نفس النقط وبرشلونه متصدره بفرق الاهداف، وراهم اتلتيكو في المركز الثالث بفرق نقطه واحده عنهم. انت فعلا اللي هيصحى بدري فيهم في يوم ويلعب يكسب بقى اول الدوري. فالدوري ممتع بطريقه مش طبيعيه. هانز فليك بجد العقليه الالمانيه في حته ثانيه يا جماعه. هانز فليك رغم الوقوع اللي وقعوا الفتره اللي فاتت دي كلها، قعد 8 9 ماتشات في الدوري ما بيكسبش اصلا، يا يتعادل يا يخسر، بعيد جدا عن الصداره. كانت ريال مدريد فرق عنه ب8 نقط واتلتيكو فرق عنه ب5 نقط او ب6 نقط. ورغم كده لما لقى فرصه قد كده، فرصه قد كده، لقى مدريد بتقع. مدريد اخر 3 ماتشات عماله تقع وتضيع في النقط، اتلتيكو نفس الكلام عماله تقع. الراجل ما سماش ما رحمش، دخل زي القطر بيكسب كل ماتشاته، رجع يستعيد الصداره مره ثانيه. رغم ان مدربين كتير قوي لما بيحصل الجاب ده ما بينهم خلاص بيستسلموا، يا باشا انا هلعب على المركز الثاني، هلعب على التوب فور، هلعب على مقعد في الشامبيونز ليج، ولكن ده ما استسلمش. ده فعلا استغل سقوط الخصم بتاعه سواء ريال مدريد سواء اتلتيكو مدريد، فضل يكسب. احنا برشلونه اللي بنشوفها دلوقتي هي برشلونه بتاعت
السبعات والثمانيات اللي في اول السيزون، مش البرشلونه اللي هي الشهرين اللي في النص. فان انت تقدر تحافظ على رتم الفرقه اول السيزون زي اخر السيزون، ان انت تقدر تستغل التنقيط وسقوط الاخصام بتاعتك علشان ترجع وتستعيد الصداره مش عشان ترجع تنافس. فبجد شابوه العقليه الالمانيه، شابوه هانز فليك، شابوه اللي هو عامله في برشلونه، خلانا نشوف برشلونه بشكل تاني. واتمنى بجد اتمنى ان احنا السيزون ده نشوف كلاسيكو في نهائي الشامبيونز ليج، الاثنين كل واحد في ناحيه، نقدر نشوف نهائي. ولكن طريق مدريد اصعب بكتير جدا، انت عندك ارسنال وعندك ليفربول وعندك باريس وعندك. فيعني خلينا نقول يعني لو ما شفناش كلاسيكو نشوف ليفربول وبرشلونه، عشان برضو ابننا محمد صلاح، وعشان برضو نكون واقعيين الاثنين اعلى فرقتين فنيا السيزون ده. فاتمنى ان احنا نشوف نهائي من دولت في نهائي الشامبيونز ليج، لان في الاخر كلنا بنتبسط بالماتش الحلو ايا كان انت بتشجع مين. لحد هنا خلصنا الدوري الاسباني، ونروح على اخر ماتش معانا ونرجع للدوري المصري، الاهلي والزمالك. وانا اسف لو طولت عليكم في الفيديو. ماتش الاهلي والزمالك اللي انتهى تعادل 1-1 بهدف بن شرقي وهدف بن تايج، الاثنين المغاربه جايين يعلموا علينا في مصر. ولكن انا الماتش ده مش هتكلم عنه كتير، وما طلعتش اتكلم عنه بعدها على طول من كتر الخنقه اللي انا كنت فيها من مارسيل كولر. مارسيل كولر مدرب في منتهى الجبن، مارسيل كولر مدرب مش قادر يحس باهميه ماتش القمه بالنسبه للاهلي ولاداره الاهلي والجمهور الاهلي. مارسيل كولر بجد مدرب متعب، مدرب نزل عنده تحفظ وخايف من اول الشوط الاولاني، بيجاري الزمالك في اللعب في الريتم، هتهدوا الريتم ههدي معاكم، وهتعلوا الريتم هعلي معاكم. الراجل نازل خايف يبادر هو بالهجوم، يبادر هو بالضغط، يبادر هو بالكلام ده كله، لحد ما لعيبه الزمالك خدت ثقه، رغم ان انت قبل الماتش انت راكبهم نفسيا، انت احسن، انت اقوى، انت جايب صفقات جديده، جايب صفقه بن شرقي اللي معلمه عليهم. انا مش قصدي حاجه يا جماعه، مع كامل احترام لجمهور الزمالك، بس انا بتكلم معلم عليهم نفسيا، ان هي صفقه نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين يجي النادي الاهلي وهو لعيب عالي قوي. فالفتره دي الاهلي احسن من الزمالك فنيا، الاهلي عنده صفقات، الاهلي راكب نفسيا. انت لو كنت نزلت من اول الماتش بصت لعيبه الزمالك دي كلها كانت هتتهز، كنت هتقدر تجيب الاول في الثاني في الثالث، ولكن انت مدرب جبان، انت مدرب متعب. فضلت كده لحد ما جه جون فعلا من اداء فردي من اتنين لعيبه مهاريين جدا، سواء جراديشار اللي استلم الكوره وفتح السبرنت وما فكرش، رفع عينه شاف بن شرقي الناحيه الثانيه حط عرضيه مره واحده، وهو ده الفرق بين اللعيب الاجنبي واللعيب المصري. ده مثلا لو كان حسين الشحات، ورغم ان حسين الشحات لعيب كبير، لكن كان هيقعد وهيستنى على الكوره، طب ارقص، طب اخش اضم في ال 18 مش عارف ايه. لكن جراديشار مره واحده عرضيه طويله لبن شرقي اللي تقريبا تاني ولا تالت لمسه ليه في الماتش، بينزل يحط الكوره بدماغه جون، وبيرفض يحتفل في منظر محترم جدا من لعيب محترم جدا، علشان ما يضايقش جمهور الزمالك اللي ياما فرح معاهم وياما فرحهم وياما فرحوه وشالوه فوق راسهم. لعيب محترم، فشابوه على اللقطه ديت. بيتقدم للاهلي 1-0، علشان بعدها على طول بيجي بن تايج بكوره عرضيه. انا بص الجون ده يعني هتكلم فيه شويه. مبدئيا بن شرقي واقف، عمر جابر واقف معاه، بن شرقي مشي وسابه، ناصر منسي استلم الكوره حط لعمر جابر في ظهر بن شرقي، عمر جابر طلع. دي اول غلطه. تاني غلطه، عمر جابر بيحط الكرة بالعرض، اشرف داري الكرة قدامه ما فكرش يمد رجله ويطفشها، ودي حاجه غريبه جدا. دي تاني غلطه. تالت غلطه، الشناوي، انت طبعا كله شاف الفيسبوك، كله شاف الصور والفيديوهات والتصوير البطيء والسلو موشن والكلام ده كله، الكرة اصلا في ايد الشناوي. انا بجد مش قادر افهم هي عدت ازاي، هل خرمت ايده؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل. ودي تالت غلطه. وفي الاخر رابع غلطه، بن تايج متسايب لوحده الناحيه الثانيه، فين التغطيه؟ فين ربيعه؟ فين اكرم توفيق؟ فين اي حد يا جدعان؟ مفيش اي حد ماسكه. جون كله غلطات بشعه من دفاع النادي الاهلي، غلطات انا من وجهه نظري لا تغفر لكل اللعيبه دي، غلطات فيها غباء من كولر لو بصيت كان موقف بره الدبيس وسام ابو علي علشان يغيرهم من قبل ما الجون يجي، والجون جه وراح منزلهم هم تاني. طب انت بتعمل ايه؟ انت يعني يا جماعه انا اعرف انت كنت مغيرهم وانت كسبان، فانت منزل الدبيس وسام ابو علي، هتريح جراديشار وتلاعب وسام قصب بقصب زي ما بيقولوا. ايا كان الدبيس كنت هتنزله مكان مين؟ تنزله مكان كوكا بقى، قصب بقصب برضه، هتلعب وينج، ايا كان. مش دي قصتي، بس انت بتنزل اتنين لعيبه وانت كسبان علشان خطه في دماغك. طب دخل فيك جون وتعادلت، تنزل نفس الاتنين لعيبه برضه؟ ما هو ده مش طبيعي، ده مش طبيعي ان مدرب يعمله. ما هو طبيعي ان الخطه تتغير، طبيعي ان تفكيرك يتغير، نتيجه الماتش اتغيرت، كل حاجه اتغيرت معاها. وبعدين انت نازل عايز تمسك نص الملعب، انت ليه ما حطيتش كوكا في نص الملعب ولا لعيبه الدبيس باك ليفت؟ ليه اصلا بتلعب كوكا باك ليفت من الاول؟ يعني كميه تحفظ غريبه انا شفتها من مارسيل كولر في الماتش ده. ما ينفعش تبقى نازل في ماتش قدام الزمالك، المفروض ان انت راكب وعايز تنزل وتكسب وتجيب اجوان، ومقعد لي بن شرقي واسامه ابو علي بره.
ما تقوليش اصل بن شرقي لسه راجع من الاصابه، ما الراجل نزل ما شاء الله عليه بيلعب كويس جدا اهو. يا عم لو لسه راجع من الاصابه، وسام ابو علي ما هو لعب الماتش اللي فات، ما بتلعبش بيه ليه؟ يا عم ماشي، خايف عليهم هما الاثنين. لما اتعادلت ما نزلتش وسام ابو علي مع جراديشار ليه؟ ليه خرجت جراديشار؟ يعني ليه ما لعبتش ببن شرقي شمال وخرجت الشحات يا عم زي ما انت كنت عايز تخرجه، ما عنديش مشكله، وحذفت امام يمين وتلعب باثنين مهاجمين جراديشار ووسام. جراديشار اصلا من المهاجمين اللي بينزل تحت حتى لحد نص الملعب، بينزل يستلم ومحطه، وراجل هجمه وضخم وبياخد كل الكور المشتركه سواء عاليه او على الارض. كان راجل محطه كويسه جدا، ويبقى عندك وسام جوه ال 18 يخلص لك كل الكور مع امام وبن شرقي، هيبقى معاك هجوم تقيل قوي. كنت هتعتبر جراديشار لعيب نص ملعب او شادو سترايكر، ما هواش مهاجم. ليه ما عملتش كده؟ ليه بتخرج ده وانت متعادل ومحتاج تكسب؟ تغييرات غريبه، تكتيك غريب، اداء غريب. انا بجد تعبت من مارسيل كولر، واتوقع ان كولر رغم كابتن سيد حفيظ طلع قال لك مش طريقه الاهلي ان هو يمشي كولر عشان كولر خد بطولات كتير، بس يا جماعه اي مدرب هيمسك الاهلي هياخد بطولات كتير، ده مش انجاز. الانجاز ان انت تفضل كل سيزون تفضل لي 3 4 مواسم ورا بعض بتاخد لي الخماسيه مثلا، بتاخد الشامبيونز ليج وبتاخد السوبر الافريقي والدوري والكاس والسوبر المصري، وتروح كاس عالم مثلا تاخد برونزيه او توصل للنهائي اللي احنا مش عارفين نوصل له. يعني هو ده الانجاز ان انت تعمل الكلام ده كله سنتين ثلاثه ورا بعض. لكن ان انت كل موسم تاخد لي بطولتين ثلاثه، ما اي مدرب هيجي الاهلي هياخد بطولتين ثلاثه عشان الاهلي في حته وكل فرق افريقيا في حته ثانيه. ما هو ده طبيعي. فانا لا، انا شايف ان كولر كفايه عليه كده. كولر بدا يعك، اي مدرب اصلا بيقعد في الاهلي سنتين ثلاثه خلاص بيبقى عنده تشبع، ما بتشوفش منه جديد بقى، بتحس ان هو بدا يهبل. وبجد شابوه لبيسيرو، شابوه لعيبه نادي الزمالك اللي وقفت على حيلها، شابوه لعبد الله السعيد، شابوه لبنتايج. بجد تغيير الدونجا اللي خرج ونزل مصطفى شلبي دي غيرت الماتش، رغم ان مصطفى شلبي ده انا اصلا مش مقتنع بيه كلاعب كوره، ولكن الراجل عنده فكر، الراجل عايز يهاجم، الراجل عايز يروح، الراجل عايز يجيب، الراجل مش خايف ان هو بيلاعب الاهلي. فلا، شابوه بجد للزمالك، والف مبروك لجمهور الزمالك على التعادل، لان كل النتائج وكل التوقعات كانت رايحه ان الاهلي ممكن يكسب الماتش ده سكور. فلا، الزمالك عمل ماتش حلو قوي، الزمالك بجد لعيبته كانت رجاله، الزمالك يستحق النقطه وكان ممكن يستحق اكتر من النقطه كمان. فخلينا نقول ان الحمد لله ان هو خلص على كده وخرجنا حبايب عشان ما حدش يبقى زعلان. يا باشا احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، معلش لو طولت عليكم. فلو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، وقول لي في الكومنتات ايه رأيك في فكرة الفيديو مجمع للاسبوع، حلوة ولا نرجع نقسمها تاني فيديوهات منفصلة، دوري انجليزي لوحده، دوري اسباني لوحده، دوري مصري او النادي الاهلي لوحده. يا ريت تقولوا لي رأيكم. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تدخل تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. لحد الاسبوع الجاي استودعكم الله، تشاو.